بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده انا شاريه كبه اهي، كبه يدويه من اللي هي بتضغط دي، فهعمل لكم عنها ريفيو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع معكم كده اهي بالشكل ده كده. دي القاعده بتاعتها، ركبت القاعده بتاعتها كده بالشكل ده عشان لو اي حاجه ما تفضل ثابته، لو على رخام او حاجه ما تزحلقش. ودي السكينه، 4 سكاكين اهو. ده الغطا اللي معانا كده، غطاها كده بالشكل ده، تحط بالشكل ده. فهنسلط الفتحة دي على الفتحة بتاعت السكين. وده الايد بتاعتنا. الزرار ده كده، دي تفضل مضغوطة لتحت لكن لما نجيبه كده بتترفع لفوق عشان ايه نشغلها، نضغط عليها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. لو عايزين نقفلها نقفل البتاع اللي بنضغط عليها دي، الايد اللي بنضغط عليه، هنجيب الزرار كده ونقوم متكين تقوم نازله. ودي مطرح السكينه، بس هي مش حديد ولا حاجه، ده هي بلاستيك اهي، معرفش دي بتعمل ايه الصراحه. من الحق الكبه بتاعتنا دي 2 رتل، دي 2 رتله، تتحط برضو كده برضو نفس نظام السكينه، ونضغط الغطا ايه هنثبت القاعده اللي هي بتاعت ونرفع كده. دي برضو كده، دي ممكن بتعمل حاجات خفيفه زي بيض، تضرب بيض كده زي مضرب بيض، او حاجات من اللي هي الخفيفه السايله دي، لكن ما تنفعش للبصل ولا الطماطم ولا الحاجات دي. هشطفها معاكم كده واجربها في الايه، في هعمل تتبيله للفراخ، اعمل بصل وطماطم وفلفل وثوم وحاجات من دي، فهجربها معاكم ونشوف. من الحق انا جايبه الكبه دي 185 جنيه، اللي هي دي 2 رتل ب185 جنيه، فما اعرفش هي بقى في المكان اللي انتوا فيه بكام الصراحه يعني. هنجيب الكبه بتاعتنا كده، الكبه الجديده اهي، وهنزل فيها بالبصل، تتبيله الفراخ، البصل والقرنين الفلفل والشطه وال4 فصوص ثوم والطماطم، ونضربهم مع بعض. اسيب الليمون للاخر واحط الملح عليه. هجيب الغطا كده واضغط عليه ضغطه كويسه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخلطه اللي انا عملتها معاكم في الكبه اهي.